السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض حاجة طبعا كل بنشتريها من بره، فاحنا عشان مش هنشتريها هنعملها في البيت. الحاجة ديت اسمها بديل المفروم، يعني خلطة المفروم، مش بديل المفروم، خلطة المفروم. الخلطة دي عبارة عن فول صويا زي ما احنا شايفين كده. الفول الصويا ده بتجيبيه بتطحنيه، وبعد ما بتطحنيه بيبقى معاكي بالشكل دوت. طبعا احنا جايبينه، انا طحنت شويه وايه هطحن بقيه الكميه. بيجيبوه بيطحنوه بيحطوا عليه شويه يعني توابل، التوابل اللي انت عايزاها طبعا. وبعدين بيضيفوه على على الحاجه المفرومه، فبتزيد بتضاعف طبعا ايه كميتها. بيبقى شكله طبعا بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين كده. هطحن طبعا عشان صوت الخلاط وكده، وهوريكم بقى ايه في الاخر. طبعا شايفه حضرتك احنا هنا دوبناه في ميه، حطيت له كوبايه ميه وسبته. هسيبه شويه طبعا هيتقل معانا، وبعدين طبعا هنبتدي ايه نعجن بيه بقى ايه. هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. اذا كنت هتعملي بيه حواوشي، اذا كنت هتعملي بيه كفته، بس ايه تفرميه كده علشان ما يبقاش باين. هي نفس الخلطه اللي بره، تحط علينا التوابل بتاعتك، هيبقى هو نفس الخلطه اللي انت بتشتريها جاهزه. طبعا زي ما احنا شايفين معانا كده البصل بتاعنا والفلفل، هنفرمه دلوقتي وهنحط هنفرم عليه طبعا الفراخ بتاعتنا، وهنتبله ونحط عليه الخلطه بتاعت المفروم اللي وريتها لكم، وهنعمل بيه حواوشي. طبعا كده زي ما انتم شايفين معانا خلصنا كده فرم الفلفل والبصل والخلطه بتاعت المفروم والفراخ وكله. جايبين معانا هنا كده التوابل، دي بهارات حواوشي، وملح وشطه وفلفل وكمون وكزبره. طبعا البهارات بتاعت الحواوشي ديت فيها كل التوابل، بس ايه انت يعني تحطي بقى ايه توابل من عندك تاني، يعني ايه تزودي. بس كده هنقلبهم. وهنا معانا العيش طبعا بتاعنا، هنخلص طبعا ونعمل العيش، وبعدين بقى نوريكم الشكل النهائي. طبعا زي ما احنا شايفين كده جبنا طاسه وحطينا فيها زيت، هنسيبها طبعا سايبينها تسخن. هنمسك الرغيف كده بعد ما حشيناه باللحمه، ونحطه كده في الطاسه وهنحمره. طبعا زي ما احنا شايفين كده احنا قلبناه على الوش التاني. هنقلب دلوقتي زي ما شايفين بدأ ان هو بيتحمر. يعني يا ريت تخلي النار بتاعتك تبقى هاديه، ما تبقاش يعني شديده، علشان طبعا الخلطه من جوه تستوي كويس والرغيف يطلع معاكي مقرمش. شايفين لونه جميل جدا. طبعا يا حبايبي اهو طبعا الحواوشي بعد ما خلصنا، وده الشكل النهائي. اتمنى انكم تجربوا الطريقه بتاعتي، وما تنسوش اللايكات وتفعيل الجرس، وطبعا تشتركوا في القناه عندي علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا يا حبايبي احلى حواوشي من ايد ام محمد المصريه.